كل المتابعين يا رب دايما في صحة وخير. هنعمل النهاردة الفتة بس مش بالطريقة اللي متعودين عليها. كل مكون هنحط له تكاية كده هتخلي طعمه في الفتة بتاعتك بجد هيتحاكى بيها بعد كده وهتطلب منك بالطلب. هنجيب اللحمة نسلقها مع طماطم وبصل وفلفل رومي وحبهان وورق لورا وفلفل اسود ونسيبها تستوي تماما. بعد ما نختبرها كده ونلاقيها استوت معانا زي ما انتوا شايفين نبتدي نحيقها بالملح. ما بنحيقش الا لما اللحمه تستوي معايا زي ما انت شايفه كده. بعد كده هنبتدي نحيق اللحمه وكده خلصنا مرحله سليق اللحمه، ولسه هنعمل فيها حاجات تانية هتخلي طعمها مميز جدا معاكي. بعد ما اللحمه اتسلقت كده زي ما انت شايفه هبتدي اعمل المكون التاني في الفته واللي هو الرز. هجيب معلقتين او 3 معالق من السمنه، هنزل عليهم بالرز مغسول ومتصفي كويس جدا ما يبقاش فيه اي ميه، ونبتدي نشوح في الرز كويس كده مع ملح وفلفل اسود وحبة بهارات. التشويح مع البهارات والفلفل الاسود والملح بيخلي نكهة للرز حلوة قوي. بعد ما اشوح شوية فيه في الرز مع البهارات هنزل بالشوربة واخلي الشوربة ازيد من الرز بحوالي عقلة صباع. هو ده التسوية الصح للرز المصري. هسيبه على نار عالية لمدة 10 دقايق وبعدين اهدي النار تماما لحد ما يتشرب معايا ويستوي بالشكل ده طالع مفلفل وريحته بقى مش قادرة اقول لكم رهيبة. ده تاني مكون في الفتة احنا عملناه. بعد كده هنيجي على الصلصة بتاعت الفتة، ودي بتبقى مميزة قوي ولو عملتيها بتطلع معاكي النكهة في منتهى الجمال. توم مع سمنة هنشوحهم لحد ما لونهم يبقى ذهبي. هنزل عليه ب3 أو 4 معالق من الخل، وبعد ما انزل الخل على التومة هبتدي انزل بعصير الطماطم اللي انا عصراه ومصفياه كويس مع التوم والخل اللي احنا حمرناه حلو قوي كده. بعد كده هنزل عليه بمعلقتين صلصة، وده عشان اخلي لون صلصة الفتة عندي مميزة. هنزل بعد كده بملح فلفل اسود بهارات ومعلقتين من الشوربة او نص كوباية شوربة. ده بيخلي طعم الفتة وطعم الصلصة حلو جدا ومميز. بصوا لون الصلصة طالع معايا ازاي، ما شاء الله لونها حلو قوي. بعد كده هنجيب المكون الرابع معايا في الفتة وهو العيش. هبتدي اقطعه صغير جدا وانا بستخدم العيش الشامي لانه بيدي طعم احلى بكتير من العيش البلدي. هشوحه مع معلقتين سمنة كده على النار لحد ما لونه معايا يبقى ذهبي ويتحمص معايا حلو قوي. دي الخطوة دي بتدي طعم للعيش تحفة. يعني ممكن العيش كده تاكليه لوحده من غير اي حاجة بيبقى طعمه جميل جدا، وريحته مع تشويحة السمنة بيبقى طعمه في منتهى الجمال. هزود عليه بعد ما يتشوح كده معلقتين من الصلصة اللي احنا عملناها. ريحة العيش وطعمه راحت في حتة تانية بجد، طعمه رهيب. عملناه بالطريقة دي وكده احنا خلصنا العيش وعملنا له كل النكهات اللي تخلي طعمه احلى واحلى. بعد كده هنجيب سمنة ونحط عليها معلقتين من الصلصة وهنبتدي ننزل فيهم اللحمة اللي احنا سلقناها. الخطوة دي بالتكة دي هتطلع معاكي لحمة كأنك شويها. محدش هيصدق ان اللحمة انت سلقاها بالطريقة العادية. التكة دي بجد اعمليها هتغير معاكي طعم اللحمة خالص، وهتحسي ان انت اللحمة دي مشوية مش مسلوقة. هبتدي كده اديها احمر من على الجهة اللي انتوا شايفينها دي كويس قوي، وبعد ما تحمر هقلبها وازود تاني معلقتين من الصلصة واحمرها على الوش التاني زي ما انت شايفة كده. كده انا عملت كل مكون زودت له نكهة احلى وضفت له خطوات خلت نكهته وطعمه بجد جميل جدا. بعد ما خلصنا كل المكونات بتاعت الفتة نبتدي بقى نجمعها في صينية او في سيرفيس كبير اللي انت تحبيه. هنبتدي نحط العيش كده بقى، مش عايزه اقولك العيش محمص وطعمه حلو جدا. هنزل على العيش بالظبط زي ما انت شايفه كبشتين او 3 شوربه، مش هزود علشان اعمل عيش يبقى باين معايا. وهنبتدي نحط الرز بعد كده على وش العيش ونوزعه بالطريقه اللي انت شايفاها دي، وهنحط برده كبشه شوربه كده تديني طعم للرز، ونوزع بعد كده الصلصه اللي طالع لونها وطعمها رهيب. وهنبتدي نحط بقى اللحمه على الوش. اللحمه مش قادره اقول لكم ريحتها كانت عامله ازاي، ريحتها بجد حلوه قوي، والسمنه مع الصلصه مدياها لون وطعم رهيب بجد. اعملوا الخطوه دي وانتوا مش هتحطوا اللحمه مسلوقه بالطريقه العاديه دي تاني ابدا.
كده يبقى الفتة معانا جاهزة بقى بألف هنا وشفا بجد. الطريقة دي هتبقي متميزة بيها في أي عزومة، في أي حاجة انت بتحبي تعملي الفتة فيها، هتبقي متميزة جدا بالفتة بتاعتك. يا ريت النهاردة الوصفة تكونوا استفدتوا منها وعجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير. مع السلامة.